تعرف ازاي الفيتامينات بتفيد الجسم وبتعمل فيه ايه بالظبط؟ تعرف ايه اللي بيخليك تتاوب لما تكون نعسان؟ تعرف ليه في عنب مثلا من غير بذر وعنب تاني ببذر؟ طب تعرف بقى ليه ما تقدرش تزغزغ نفسك بس صاحبك ممكن يزغزغك وبتضحك؟ علوم الأحياء هي العلوم اللي بتدرس الكائنات الحية والعمليات الحيوية فيها، وعشان علوم الأحياء مجالها كبير قوي بقى من التقليد تقسيمها لعدة علوم، فكان لازم نفرق علم النبات عن علم الحيوان عن الكائنات الأخرى، عن علم وظائف الأعضاء بتاعة الكائنات دي. ورغم إنها علوم متفرقة إلا إنها كلها بيجمعها أساسيات معينة، وعلوم الأحياء النهاردة بتحقق في الظواهر والمبادئ الرئيسية اللي مشتركة ما بينهم. وكمان التقدم دلوقتي في علوم الأحياء عمل منها علوم أصغر تانية زي بيولوجيا الخلية، علم البيئة ودراسة العلاقات بين الكائنات الحية وبيئتها، وعلم الوراثة والكيمياء الحيوية. الأنثروبولوجيا الفيزيائية وهو العلم اللي بيدرس نشأة الإنسان وتنوع وتطور السلالة بتاعته. عشان كده لازم تدرس علم الأحياء عشان تعرف الإجابات الأسئلة زي اللي قلناها دي. عدد أنواع الحيوانية والنباتية على الأرض بتقدر بحوالي 2 إلى 4.5 مليون نوع. الإنسان للأسف بيقتل الأنواع دي بمعدل أسرع من أي وقت فات، ولكنه في نفس الوقت بيكتشف كل شوية أنواع جديدة بمعدل متزايد. وطبعا زي ما قلنا قبل كده في حلقات مقدمة في العلوم، علوم الأحياء زي علم الكيمياء وعلم الفيزياء تتبع الطريقة العلمية في البحث والتحقيق في الحاجات اللي عايزين نكتشفها ونعرفها، واللي كانت موجودة قبل كده معانا في الشكل ده. تعالوا نعرف مع بعض بسرعة امتى ظهر علم الأحياء وإيه تاريخ نشأته وأصول اليونانية لحد النهاردة. علم الأحياء كعلم منفصل مميز كان من اختراع أرسطو، ولكن محدش اهتم بالعلم ده بعد وفاته للأسف. وكان في تقدمات كبيرة بعد كده لحد نهاية العصور الكلاسيكية، يعني العصور القديمة، أو في علوم زي علم النبات وعلم التشريح. وبعد توقف طويل رجعت البحوث تاني من العصر ال13 يعني 1200 سنة وحاجة، وفضلت تتطور بمعدل متزايد، ولكن على عكس العلوم التانية زي الفلك والفيزياء واللي حصل فيها قفزة سريعة جدا أول ما الحلول والأدوات الرياضية بقت متاحة. علوم الأحياء تطورها كان بطيء قوي لحد ما ظهرت الأفكار الثورية لداروين حول نظرية التطور، واللي عملت اختلاف كبير في نظرتنا لعلم الأحياء لغاية النهاردة. لحد ما ندخل في القرن ال 18 بشوية هنلاقي إن علوم الأحياء كانت متداخلة مع الطب، وكان من النادر نلاقي العلماء في الأحياء كده بس، ولكن بعض العلماء زي أرسطو وديكارت ولايبنز كانوا مهتمين بالأحياء كاهتمام جانبي مجرد يطلوا منه على اهتماماتهم الفلسفية الواسعة. وكمان في صلات ما بين علم الأحياء والزراعة والتربية الحيوانية، مثلا الرومان اشتملت كتاباتهم على وصف وأفكار واضحة في علم الأحياء، وكان في اكتشافات كبيرة في علم الأحياء واكتشافات جديدة وقديمة، واللي كان من بعض منها مشروع الجينوم البشري، نظرية التطور، الحمض النووي، الخلايا الجذعية، التمثيل الضوئي، وغيرهم حاجات كتير مش فاهمين منها أي حاجة. وطبعا ما ينفعش تمشي قبل لما تعرف إن تاريخ علم الأحياء كان فيه علماء مسلمين كبار زي الأصمعي، ابن البيطار، وابن النفيس، ده بجانب العلماء الأجانب على مر فترات الزمان. ولو عايز تتفرج على تاريخ علم الأحياء وتعرف أهم 100 اختراع في علم الأحياء ادخل على اللينك ده.